لقاءنا اليوم مع سماحته كان أول شيء لنعمل جولة أفق على ما يحدث بالمنطقة، ودائما قلبنا وأمالنا أنه يوقف الحرب بغزة، لأنه لا يمكن أنه نشوف الجرائم اللي عم تصير ضد الشعب الفلسطيني ونشوف أنه قادرين نحن نفوت بمرحلة العياد. نتمنى هالجرائم كلها توقف، لأنه بالنتيجة حرام اللي عم نشوفه هو لأهلنا. الموضوع الثاني اللي حكينا فيه هو الأوضاع عنا بالداخل. كلنا بنعرف أنه صار اجتماع لمجلس النواب وتم التمديد لقائد الجيش ورؤساء المؤسسات الأمنية يلي بعتقد هي خطوة مهمة بمرحلة الحرب اللي نحن مرقين فيها. بس اللي بعد لهلا ما قادرين نشوفه، شو عم تعمل هالحكومة لدعم أهلنا إن كان اقتصاديا ومعيشيا؟ بعد ما حصل ب 2019 بأكتوبر 2019 لليوم تقريبا رح يصير لنا 4 سنوات، ما شفنا ولا قانون فعليا انطرح بمجلس النواب من قبل الحكومة لعملية إعادة هيكلة المصارف، لعملية بالآخر نعرف الانتظام المالي، نعرف مين المسؤول عن ما حصل وكيف بدنا نرجع أموال المودعين الموجودين فيها. الوضع الاقتصادي سيء، الوضع الصحي سيء، وكلنا عم نعرف. صحيح عم نشوف في طيارات أكثر عم تجي على البلد، بس هو أهلنا يلي راجعين عند أهلهم فعليا وين كنا بال 2010 وين صرنا اليوم. يلي حكينا فيه مع سماحته كمؤسسة مخزومي وكفريق العمل، نحن مجبورين بأهلنا، مجبورين بعلمائنا، مجبورين بالمشايخنا، وابتداء من بيروت اتفقنا نعمل صندوق بين مؤسسة مخزومي وصندوق الزكاة يلي فعليا رح يكون دعم صحي لأصحاب الفضيلة، لأنه بالنتيجة أهم شيء أنا بالنسبة لي نبلش ببيروت، وإذا نجحنا بهالصندوق الدعم الصحي رح نطلع منه لصندوق دعم تعليمي للأولاد وللشباب تبع أصحاب الفضيلة. وإذا نجحنا فيه، وبتمنى وإن شاء الله يكون بالآخر ننجح فيه، نقدر ساعتها نطلع خارج العاصمة لغير مناطق تانية. الهدف منه إنه نقدم شيء لدعم مشايخنا بهذه المرحلة الصعبة. وهالموضوع نحن رح نبتدي العمل بين صندوق الزكاة وما بين المؤسسة مخزومي، وإن شاء الله أول السنة نطلقه انطلاقة رسمية من دار الفتوى لحتى نوقف مع أهلنا. الوضع سيء، بس بالآخر بدنا نعيش بالأمل، بدنا نعيش إنه بعد في أمل لهالبلد، وأنا بعتقد في أمل لهالبلد. صحيح نحن بحالة حرب، بس كلنا بنعرف إنه الحرب ضمن الضوابط الموجودة فيها بنتمنى أنها توقف وما ينجرونا لحرب أكبر من هيك. بنقول لأهلنا بهالأيام الصعبة كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله تكون سنة الجاي سنة خير علينا، وبنقول لكم نحن بجانبكم لأنه نحن وياكم واحد، وهيدا البلد لنا ولا نتنازل عنه. شكرا.